سلامكم وليدات، كيف راكم دايرين؟ كلشي مزيان كما العاده. مرحبا بكم في قناه الحصار بنت الغربه كوسينه الحصار. اليوم جيت نوجد معكم واحد الطريقه خفيفه ظريفه كما تلاحظوا ديما كنوجدها انا عندي في الدار. قلت علاش ما نشاركش معكم الطريقه وسهله في البلاصه كتوجد. هنا عندنا اليوكا بالي، كتجي لها الطريقه هذه كتجي زوينه. انا ديما كنعصر عليها الحامض هكا فاش كنوجدها وداكشي. ندوزو للمقادير كما تشوفوا الكبيدات. هذا هو القوام ديالنا. بالنسبه هنا كاين الصال او الملح، كاين الحامض بالي الكبيدات، وكاين يوكا بالي. اختيار كيبقى لكم، تقدروا ديروا اي حبه شحال من حبه بغيتو، اختيار كيبقى لكم. انا هنا خديت حبه غليظه بالي، راه ما كتحتاجش بزاف. انا اليوم غنشارك معكم الطريقه اللي كتعجبني انا كندير دائما في الدار عندي بالي الكبيدات. هنا غادي نقشرها هكا، بغيتو تقشروها بالموس اختيار كيبقى لكم. كما تشوفوا الكبيدات هنا راني نقيتها بالي. غناخذ واحد الطابله اللي غادي نقطعها فيها. تقدروا تقطعوها باي طريقه نتوما حبيتو، انا كندير لها هكا. هنا ملي كنقطعها كنحيد لها العرق اللي كيكون هنا لداخل بالي الكبيدات. ضروري هذا العرق تبداو تحيدوه. بالنسبه للكبيدات كناخذ هنا واحد الطاوه راه فيها الماء بالي. كناخذ يوكا كنهبطها بالي الكبيدات. كنهبط واحد القبيصه د الملح او صال باش كطيب واحد النسمه. كناخذ واحد شوريطو ديال الحامض، واحد نقيطه د الحامض بالي الكبيدات. انا كتعجبني فاش كطيب عاد كندير لها الحامض يعني حتى كتسلق. دابا غندوزها للبوطه فاش سالي ندوز مع خوتي. كما تشوفوا الكبيدات هي ديالنا كانت وجدت بهذه الطريقه هذه بالي. انايا ضروري خصني الحامض كنعصرو عليها عاد نقدر ناكل هاد اليوكا. كطلع زوينه يوكا، يعني يوكا صحيه وزوينه يعني. وانتم تعرفوا الطريقه ديالها، يعني حبيتو ديروها هكا، حبيتو ديروها بحال شكل بطاطا فريت، او كتخدمي بها بحال شكل طريقه شيبس، وتقدري ديري بها طورطيات بالي. كتجي ساهله وزوينه كما بورخيم بالبلاطانو ماتشو، حتى هو كيجي زوين بالنسبه للطورطيه. راه ديجا كنت وجدته معكم. وهذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا دائما في الدار، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا.